السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم في حلقه من سلسله امراض القلوب. هنتكلم النهارده على الحقد والغيره، بس قبل ما نتكلم عايزين بقى اللايك القوي والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. طيب، دلوقتي احنا عندنا الحقد والغل. الحقد والغل هم مرض واحد قريب من بعضه، والحقد والغل هم مرض لو سبناه بيبقى خطير جدا، لان هو بينشر الكراهيه والعداوه بين المجتمع وبعضه، بين الاخ واخوه، بين الصديق وصديقه، بين القريب وقريبه. طيب، فالحقد والغل يا جماعه امراض خطيره. طيب، هو ايه الحقد؟ الحقد هو شعور بالكراهية الغامضة الشديدة. هو بيبقى فيه نفور عاطفي من تصرفات عدائية. طيب، يعني ايه نفور عاطفي من تصرفات عدائية؟ الشخص الحاقد بيحط الشخص التاني اللي هو بيحقد عليه في صورة عدو، ويبتدي يحقد عليه، ويبتدي يتصرف تصرفات فيها عداوة للشخص ده. وفي نفس الوقت كمان هو بيتصرف بكراهية شديدة، وبيبص للشخص المحقود عليه بنظرة اشمئزاز. هو قرفان منه، هو متضايق منه، يعني بيغل قوي. وفي نفس الوقت كمان هو طبعا بيبتدي يمارس معاه كل انواع العنف، سواء عنف شفهي ان هو يشتمه، سواء ان هو يقول له حاجه عشان يضايقه او عشان يحبطه، سواء ان هو كمان يضربه، ويمارس معاه كل انواع العنف. وده عشان يخليه يتاثر وما يوصلش للي هو عايزه. الشخص المحقود عليه يتاثر وما يوصلش للي هو عايزه، ولا يقدر ينجح، ولا يقدر يعمل الكلام ده. وفي الوقت ده الشخص الحاقد بيبقى مبسوط لانه هو مش عايز الشخص المحقود عليه يوصل لحاجه، يبتدي يستنى ويتربص بالفرصه، ويستنى الفرصه عشان ينتقم منه، سواء الانتقام ده انتقام بكلام، انتقام بضرب، انتقام بايذاء. هو بيحاول ينتقم منه بشتى الطرق. طيب، الغل يا جماعه هي طبعا عداوه متأصلة، متغلغله جوه القلب. يعني عداوه جامده، ليها اصول جواه ومتغلغله يعني جوه قلبه قوي. طيب، وهي كراهيه بيصاحبها رغبه في الانتقام لنفسه. ليه؟ ما تعرفش. يعني هو ايه اللي عمله يخليه يتضايق، او ايه اللي عمله الشخص التاني عشان يتكره وعشان يتحقد عليه بالشكل ده؟ هو ما يعرفش. بس هو في نفس الوقت بيكرهه وبيحقد عليه، وبيحاول ان هو يأذيه بكل الطرق، زي ما قلنا شفهي، جسدي، اليازي. طيب، ربنا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: ونزغنا ما في قلوبهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. طيب، ايه اسباب الحقد؟ طبعا الصفات والسلوك اللي ناجم عن الحقد بيبقى ليه تأثير على الصحة العامة بتاعة الحاقد. طيب، وفي نفس الوقت بيبقى ليه سوابق شخصية وفردية وهيكلية بتأثر على أسباب الحقد، وده بيخلي أسباب الحقد كتير. طيب، يعني إيه سوابق شخصية؟ يعني حصل حاجة ما بينهم قبل كده فعاملة سوابق شخصية إن هو الحاقد بيحقد على المحقود عليه، أو فردية إن هو الشخص الحاقد بيحقد على الشخص المحقود عليه من غير سبب. الشخص الحاقد ملوش أي دخل في الموضوع ده. طيب، إيه أسباب الحقد؟ أول حاجة في أسباب الحقد هو تعلم الحقد. تعلم الحقد ده أو الحقد في الحالة دي بيبقى مكتسب من الأب ومن الآباء يعني، ومن المجتمع. المجتمع هو المكان اللي بنعيش فيه، هو المكان اللي بنتربى فيه، هو المكان اللي احنا بناخد صفاتنا وبناخد طريقة تفكيرنا وأخلاقنا وطريقة التعامل مع الغير منه. فساعات بيبقى المكان اللي احنا عشنا فيه هو اللي بيخلينا نبقى عندنا الحقد ونتعلم الحقد والغل. طيب، تاني حاجة التعرض للتمييز. التعرض للتمييز بيولد الحقد والكراهية بين الناس. على سبيل المثال، لما الآباء بتميز بين الأبناء ده بيولد الحقد بين الأبناء، وبينشر الكراهية بين الأخ وأخوه. ممكن في الأخ وأخوه، بين الموظفين، بين الأصدقاء، بينتشر الفكرة دي. طيب، تالت حاجة إن أنت الاحتقار. ساعات بيتولد الحقد نتيجة إن في الشخص معين بيتعرض الاحتكار. طيب، ساعات الشخص الحاقد طبعا بيبتدي يبقى فيه تأثيرات خارجية، زي ان فكرة ان هو يبتدي يتعرض لشخص بيحاول يأذيه او بيحاول يحتقره، او نتيجة ان هو عنده اصول او معتقدات او دين مختلف بينبع منه، او حتى الاعراق اللي هو جاي منها او البلاد اللي جاي منها، فيخلي حد يحتقر
يحتقر وجوده. الاحتقار ده ممكن يبقى زي ما قلنا كده شخصي او من المجتمع او من الكيان اللي بيعيشوا فيه. ثالث حاجه غير رابع حاجه غير الاحتقار طبعا تولد احاسيس الحسد والغيره. طبعا الحسد والغيره، الحقد بيكون نتيجه حسد وغيره، وساعات بيعمل حسد وغيره، يعني هو ممكن يبقى عرض وممكن يبقى سبب يخلي فيه حقد وحسد وغيره على شخص نتيجه عدم قدرته على انه يمتلك حاجه هو عايزها، وفي ناس تانية عندها الحاجه دي، فيبتدي ان هو يحقد ويحسد ويبقى عنده غل ليه الشخص ده ويغير، ويبتدي يتمنى زوال النعمه من الشخص ده. طيب بعد كده نيجي ل طبعا ايذاء الناس. طبعا الشخص اللي بيتأذي من شخص حاقد، سواء يتأذي منه شفهيا أو معنويا أو حتى جسديا، بيبتدي يتولد جواه مشاعر الحقد، ويبتدي الشخص المحقود يبتدي ما يقدرش ياخد حقه، الشخص المأذي فيبتدي يتضايق أكتر ويبتدي يحاول إن هو يرد، فهو كمان ممكن يتحول لشخص طبعا حاقد هو كمان، لأن هو عايز ياخد حقه، وبالتالي ممكن يبتدي يأذي ويبتدي هو اللي يدور ازاي ياخد حقه وازاي يأذي اللي قدامه وازاي ياخد يعوض اللي حصل له. طيب في غير كده وكده كمان الشعور بالعجز. في اشخاص بتتعرض للتنمر وسوء المعامله والاذلال ومشاعر النميمه والغيبه وسوء الظن والافتراء على الابرياء، فيبتدي يتولد جواهم الحقد ويبتدوا يأذوا اللي حواليهم ويأذي الشخص اللي هو عمل فيه كده، ويتحول لشخص حاقد بيمارس حقده على الشخص اللي قدامه. طيب هنتكلم على كمان اضرار الحقد. طيب احنا اضرار الحقد ما بتبقاش على الشخص المحقود عليه بس، اضرار الحقد بتيجي على الشخص المحقود عليه والشخص الحاقد، وتبتدي تعمل حاجات كتير، زي اول حاجه طبعا تدمير العلاقات الاجتماعيه. طيب دلوقتي لما يحصل حسد او غيره او حقد بين الاطراف، بين صديق وصديقه، بين اخ واخوه، بين قرايب، يبتدي يحصل تدمير العلاقات الاجتماعيه، يبعدوا عن بعض ويبتدي يحصل مشاكل. تاني حاجه ممكن تحصل تولد مشاعر الحسد والغيره، ان يبتدي يحصل حسد وغيره نتيجه ان الشخص مش عارف يملك حاجه معينه هو عايزها، وشايف ان في حد تاني عنده، فيبتدي وان هو مش عارف يوصل لكده يبتدي يحصل تمني لزوال النعمه من عند الشخص التاني، ويبتدي يتولد الحقد والغل ويزيد. طيب تالت حاجه تاثير على الاداء. لما يكون في اتنين بيشتغلوا في نفس المكان او في التعليم او الكلام ده، ويحقد حد على التاني، فيبتدي ياثر على تركيزه، ويبتدي ياثر على طريقه شغله، ويبتدي ياثر على ادائه في الشغل، في التعليم، في اي حاجه يبتدي ياثر على الاداء. مصدر للرذائل، لان الحقد يعتبر موضوع حقيقي في ان هو يعمل حاجات كتير للرذائل، زي النميمه، زي الغيبه، زي ما قلنا من شويه سوء الظن، زي الافتراء على الابرياء. فيبتدي الشخص اللي اتظلم واللي اتعمل عليه كده يبقى عنده حقد وعايز ينتقم وعايز يأذي وعايز ياخد حقه من الشخص اللي أذاه. كمان بيبقى فيه طبعا غير مصدر للرذائل وغير الحاجات اللي احنا قلناها، بيبتدي يدور على ان هو يأذي ازاي. هو اتعرض لأذية عن طريق شفهي او جسدي او حتى معنوي، فيبتدي يدور ان هو حس ان هو اتذل او ان هو اتعامل بطريقه مش كويسه، فيبتدي يتحول الموضوع جواه لحقد ويحاول يأذي على قد ما يقدر. الاكتئاب والقلق، لما حد يحقد على حد ويبتدي يحاول يأذيه سواء معنويا او جسديا او شفهيا زي ما قلنا او كل الطرق، يبتدي الشخص ده يحصل ان هو يتحط تحت ضغط ويتحط تحت توتر ويبتدي يتضايق ويبتدي يحاول يركز في اللي بيحصل له، فيبتدي يتوتر ويكتئب ان هو مش عارف يعمل اللي هو عايزه، ولا عارف يوصل اللي هو عايزه، ولا عارف يخلص من الشخص اللي بيأذيه. طيب طرق التخلص بقى من الحقد. اولا الشخص الحاقد لازم طبعا يحاول يتخلص من الحقد بشكل كامل، وده هيجي عن طريق ان هو يتخلص من اسباب الحقد زي الغيره وزي الغضب، وفي نفس الوقت كمان يبتدي يذكر نفسه او يفكر نفسه بعاقبه الانتقام، ان انت كل ما انت بتنتقم وكل ما انت بتعمل حاجات غلط فربنا هيحاسبك. هو بيقعد يأذي وبيحاول يأذي جامد جدا في الشخص التاني، فيبتدي يخش في حته صعبه، ويبتدي ربنا اللي هيتصرف معاك على حسب فعلك. طيب
تاني حاجه ان انت دلوقتي يحصل مصافحه بين الاثنين ومهاداه، ان نهادي بعض ونبتدي نصفح عن بعض، ونسلم على بعض بهدوء ونبتدي ننسى لبعض اي حاجه. ولما انت هتهديه بحاجه هو هيبتدي قلبه يرق، يبتدي الحقد والغل والكراهيه دول يتحولوا لحب الخير والود والحب ما بينهم، ويبتدي كل واحد فيهم عايز يعامل التاني بشكل احسن عشان يوصلوا لحاجه مفيده. طبعا لازم يكون في روابط الاخوه الايمانيه بين المسلمين، وروابط الاخوه الايمانيه دي ما بتتجمعش على الحقد والغل ابدا. طيب وفي نفس الوقت انت لازم كمان يبقى في طبعا دعاء، لازم تدعي ان انت ربنا يخلصك من الحقد والغل، وان انت تبعد عن الحقد والغل. والتواضع، التواضع هو دافع لان انت تتخلص من الحقد والغل، سواء الشخص الحاقد سواء الشخص المحقود عليه، لازم يكون في تواضع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ان الله اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. ولما بتدعي انت برضو لازم تحط في دماغك بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاءوا من بعدهم قالوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم. طيب يبقى احنا عندنا حاجات كتير المفروض نعملها. المفروض كمان نبتدي نوقد ونطفي الغضب والغيره اللي جوانا، ونبتدي نفكر في ان احنا الغضب والغيره والانتقام والحقد والكلام ده مش هيغير الوضع اللي احنا فيه، ولا هيخلينا نحس احسن، ولا هيخلينا نوصل للي احنا عايزينه صح. لا، هو هيتعبنا اكتر وهيضايقنا اكتر. فنعمل الكلام ده ونفكر بطريقه مختلفه، وزي ما قلنا كده ان احنا نبعد عن الغضب والغيره، وان انت تبعد عن الاذيه، ان انت تهادوا تحبوا، ان يحصل مصافحه ويبقى في هديه بين الاثنين، ان تزويد روابط الاخوه الايمانيه دي كمان حاجه مهمه، ان انت كمان يبتدي يحصل تواضع، دعاء كتير لربنا، نصوم النوافل ونحاول نقرب من ربنا بالسنن، نبعد عن الغضب والغيره والحسد، ونعرف ان الحاجات دي كلها مش هتفيدنا ولا هتغير الواقع ولا هتخلينا نوصل للي احنا عايزينه، ولا نمتلك اللي احنا مش عايزينه، بالعكس، ولا نمتلك اللي احنا عايزينه، بالعكس انت هتعيش في حياه اتعس، لان انت مش راضي، ولان انت بتعمل حاجه غلط اللي هي الحقد والغل، فمش هتوصل لحاجه. وزي ما قلنا كده تهادوا تحبوا. يا رب الفيديو يعجبكم، اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا اشتراك في القناه. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.